أشبال الأطلس في مواجهة حاسمة ضد زامبيا من أجل التأهل أولا للربع والتأهل ثانيا لكأس العالم. السلام عليكم. المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 عام كيوجد الماتش مهم ضد زامبيا نهار الخميس 3 أبريل 2025 في الجولة الثانية ديال كأس إفريقيا للناشئين. هذا الماتش عنده أهمية كبيرة، حيث إلى ربحوا أشبال الأطلس غادي يضمنوا التأهل للربع النهائي. كما كيعرف الجميع، التأهل لهذا الدور كيكون حتى هو تذكرة مباشرة لكأس العالم للناشئين اللي غتكون في قطر 2025. إليكم التفاصيل، ورجاء ما تنساوش لايك واشتراك، وشكرا مجددا. المغرب دخل البطولة بطريقة مثالية، وداك الشي بان في الماتش الأول ضد أوغندا اللي سلب نتيجة 5-0 في ماتش تلعب نهار الحد 30 مارس 2025 في ملعب البشير في المحمدية. الأهداف سجلوهم إلياس بالمختار الدقيقة الثالثة والدقيقة 33، إدريس عيد الشيخ الدقيقة الثامنة، وزياد باها الدقيقة 24 من ضربة جزاء والدقيقة 71. من ناحيته المنتخب الزامبي حتى هو بدا مزيان وربح تنزانيا 4-1 في الماتش اللي تلعب نهار الاثنين 1 ابريل 2025، يعني اليوم. الاهداف ديال زامبيا سجلوهم جوناثان مومبا كاليمينيا الدقيقه الثامنه، ابيل سليم نيري يونغو الدقيقه 45، مايك بواليا موتالي الدقيقه 79، وغابرييل فيري الدقيقه 96. اما الهدف الوحيد ديال تنزانيا سجلوه جوما مويتا ساغوي في الدقيقه 95. بهاد الانتصارات المغرب كيتصدر المجموعة ديالو ب3 نقاط، فارق الأهداف فقط على زامبيا، يعني بجوج بهم في المرتبة الأولى، ولكن المغرب هو اللي كيحتل المرتبة الأولى بفارق الأهداف، في حين تنزانيا كتجي ثالثة وأوغندا في المركز الأخير بلا نقاط. إذن الماتش ديال الخميس 3 أبريل بين المغرب وزامبيا غادي يكون مفتاح التأهل، أي انتصار ديال المغرب ديال المنتخب الوطني غادي يضمن ليه رسميا التأهل للربع النهائي، وأيضا رسميا المشاركة في كأس العالم للناشئين. في المقابل زامبيا غادي تحاول تخرج بنتيجة إيجابية باش تحافظ على أملها في التأهل. إذن موعدنا يوم الخميس 3 أبريل مقابلة المغرب وزامبيا، فكونوا في الموعد. وشكرا، ورجاء ما تنساوش لايك واشتراك، وشكرا مجددا.